خلي بالكم مفيش حد بعيد عن الشيطان وغوايته، وكتير من البدايات بتبقى مش شبه النهايات. المرة دي مش هنروح بعيد لا في الزمان ولا في المكان. إنسان كان المفروض يبقى عالم كبير وانتهى بيه المطاف في حضن الشيطان شخصيا. وحلقتنا النهاردة عن آخر نبي في مصر. في خمسينات القرن العشرين اتولد صلاح شعيشع، مواطن بسيط مجتهد وذكي وطموح، لكن كتير بنتقص ونمشي في سكك بتتوهنا. والمرة دي شاطح هتقهوى من ابو صلاح. تعالوا معايا بقى نعرف قصته كاملة. صلاح كان مجتهد جدا في الثانوية العامة، وطلع الأول على زمايله ودخل كلية عمره، كلية الطب. لكن دايما كان في مشكلة كبيرة في شخصيته. صلاح كان ساخر جدا ونقدي وحاد جدا مع اللي حواليه، يعني بلغة عصرنا تنمر شديد جدا وحاد. وده ما خلالوش أي علاقات طيبة مع الناس اللي حواليه، ولا زمايله طايقينه ولا حتى أساتذته، وكان لوحده دايما بدون صديق. وبسبب وحدته ما كانش قدامه غير المذاكره، وده خلاه متفوق في الدراسه ومن الاوائل. وزي ما كان الاول في ثانوي طلع الاول على كليته في كليه الطب. بس بسبب ان هو كان مكروه من دكاترته رفضوا ان هم يعينوه دكتور في الجامعه، لان اساتذته كانوا مش شايفين ان هو ممكن يكون استاذ. وراح حلم الاستاذيه من ابو صلاح، ودي كانت اول صدمه في حياته. تلف الايام بصلاح ويتخرج من كليه الطب ويفتح اول عياده ليه، وكانت اول عياده ليه في تخصص القلب. وللاسف العياده ما مشيتش وما قدرش يعمل اسم، ودي كانت تاني صدمه في حياته، والاول مره يحس ان هو فاشل. وده خلاه ان هو يقرر يسيب التخصص بتاع القلب ده ويفتح نساء وولاد. وفي البدايه العياده برضه ما مشيتش، لحد ما في يوم دخلت عليه بنت فجأة. البنت كانت حامل بس ما كانتش متجوزة، وطبعا كده انتوا عارفين هي طلبت منه ايه. ودي كانت بداية اول سكة شمال في حياة ابو صلاح. وواحدة واحدة بقى اشهر دكتور اجهاض في اسكندرية كلها، وبيجوله مخصوص من كل المحافظات، لحد ما بقى ملك الاجهاض. صلاح عمل فلوس كتير من شغلانته الجديدة، واشترى اول عربية ليه. وفي يوم من الايام كان عند الميكانيكي بتاعه وحكى له عن مشعوذ، خد من الميكانيكي مبلغ كبير علشان يحل له مشكلته. 7 جنيه. 7 جنيه في الوقت ده كانوا مبلغ كبير يعيشوا بيت شهور. علشان كده صلاح ما عجبوش كلام الميكانيكي، ومارس هوايته المفضلة في التنمر عليه، وقال له الراجل ده لبسك العمة وخد منك ال7 جنيه وغفلك. من الاخر كده الدجال ده باعلك الطرماي. الميكانيكي الدم فرف عروق وقال له تعالى يلا بينا نروح. بس تفتكروا ان صلاح كان جاهز ان هو يقابل الدجال؟ وهناك بقى عند الدجال كانت في مفاجأة مستنية صلاح نفسه ما كانش متوقعها، لأن صلاح كان دايما عنده إحساس كبير بنفسه وذاته، عنده علم غزير وثقافة واسعة يقدر يحاجج بيها أي حد ويغلبه. وعند الدجال، وأول ما قابل الدجال كانت المفاجأة اللي صدمت صلاح وغيرت كتير من حياته، إن صلاح اكتشف إن هو أصغر كتير من الدجال. أول ما دخل عند الدجال واتهمه بالنصب وقال له هات ال7 جنيه يا حرامي، الدجال قال له عينيا هديك ال7 جنيه، بس الورق اللي في ايدي ده لو انت قريته هتديني انت 20 جنيه. صلاح مسك الورق وبص فيه ووشه اتغير 180 درجة، لانه شاف اللي مكتوب في الورق بعينيه، وهي قصة حياة صلاح اللي محدش يعرفها غيره هو. الدجال فاجئه بتفاصيل وحاجات جواه صلاح نفسه ما يعرفهاش عن نفسه. وهنا تهد صلاح وقرر ان هو يلازم الدجال ويتعلم منه، وعرف ان الكلية بتاعته ما علمتوش كل حاجة زي ما كان فاكر، وان لسه كتير قوي عليه مع بال يبقى استاذ. صلاح فضل مع الدجال ده سنين، وان ما ينفعش يقبل او يكون تابع. صلاح قرر ان هو يسيب الدجال وياخد سكته لوحده. علشان كده قرر يتجه للطرق الصوفيه، لان لقاها اقرب طرق بتتعامل مع الجن والارواح، وعشان يلاقي ستاره يستخبى وراها ما يتقالش عليه دجال. يقف الموضوع عند كده؟ لا طبعا. حلم الاستاذيه اللي راح من صلاح رجع تاني، وهنا بقى بدا يروج عن نفسه ان هو ولي والمنقذ اللي جاي علشان يغير العالم. وبالفعل في ناس كتير قوي اتلمت حوالين صلاح، وبقى ليه موردين كتير. بس صلاح قرر ان هو يترقى، وبدأ بقى والعياذ بالله يدعي النبوة، وكان مصدق من جواه فعلا ان هو نبي، لدرجة ان هو في يوم رجع البيت لمراته، واللي بالمناسبة بقى ان مراته دي كانت ممرضة عنده زمان، وقال لها انا روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلت في، وانا من النهارده نبي. بيستهبل صلاح، وانت بالنسبة لي خديجة. فمراته قالت له يا صلاح هو انت اتجننت؟ قال لها انا اتجننت؟ طب انت طالب. وخد شقة بعيد عنها وقعد فيها لوحده. مع مرور الوقت الناس اللي حوالين صلاح كتر، واللي بينجذبوا بيه عددهم ما بقاش معقول، وشهرته زاد لحد ما بقى عنده اتباع من كل الطبقات.
مصدقين ومقتنعين ان هو نبي بنسبة 100%. صلاح عشان متعلم ومثقف خلط العلم بالشعوذة، خليط مخيف يرعب اي حد يقرب منه، ويسحر اي دماغ مش فاهمه وجهل، ويلبي كل الرغبات اللي تغوى اي انسان ويريحه. عمنا صلاح عمل تقسيمه مجنونه كده، زي قسم مريدينه لصنفين: ملوك وصعاليك. الملوك مش بس الأغنياء، لكن كمان معاهم المثقفين اللي بيقدروا يقنعوا كتير من العوام تحتيهم. دول بقى طبقة الملوك، الفلوس والعلم والثقافة. صلاح كان بياخد من الملوك دول فلوس شهرية، جزء منها لنفسه وجزء منها هنقول كان بيعمل ايه بيه كمان شوية. وغير الفلوس أتباع ومريدين كتير بيؤمنوا فعلا بالناس دول وشغالين ومؤمنين بيهم. أما الصنف التاني بقى الغلابة الصعاليق، فدول كانوا الفقراء اللي صلاح بقى كان بيوزع عليهم جزء من الفلوس اللي بياخدها من الملوك، والجزء ده كان ايامها اسمه النفحات. والنفحات دي كانت عند صلاح نوعين: نوع فلوس ونوع بوس. الغريبه بقى ان الناس كانت بتفضل البوس عن الفلوس، لدرجه ان صلاح كان عنده حاجه اسمها القبله الصباحيه. كل واحد او واحده من مريدينه بيدخل عليه كانت بتديله بوسه على شفايفه، واللي كانت بتعجبه كان بيديها 24 بوسه كافه. واحيانا كان بيبقى قدام زوجها وهم قبليه نبي بقى، اللهم صل على النبي عليه. لحد ما في يوم من الايام قدر يقنع دكتوره زميلته بطريقته، ومش هنقول اسمها عشان عيالها عايشين لحد دلوقتي. الدكتوره دي كانت متزوجه، كان في علاقه غير شرعيه ما بينها وما بين صلاح. اللي احنا قلناه ده اكبر دليل على سيطره صلاح على اتباعه. الناس كانت لاغيه دماغها تماما وعندها استعداد تتقبل اي حاجه. لما بتبعد عن ربنا بيبقى في فراغ جواه، واي حد بيملاه باي قرف. خلونا نكمل. صلاح بعد ما لقى معاه فلوس كتير والبحر بيحب الزياد، قال لك فيها ايه لما نستثمر شويه الفلوس دي في شغل المقاولات وغيرها. وبالفعل صلاح عمل امبراطوريه، وصلاح بقى واحد من مشاهير مصر كلها في البيزنس والتجاره والشعوذه والدجل. الله يخرب بيتك يا صلاح. وده فتح عليه عيون كتير، نفس الغلطه اللي بيغلطوها كلهم دايما: خليك ملموم وتلام. طموحات صلاح هي اللي فضحته وفتحت العيون عليه، وكترت البلاغات في حق صلاح. البلاغات اللي بدأت أصلا من أيام الإجهاض، لحد ما الضغوطات زادت على وزارة الداخلية وقرروا ينهوا أسطورة صلاح شعيش. وفي يوم من الأيام وصلاح شغال بيعمل طقوسه الغريبة، كبست عليه الشرطة وقبضت عليهم الداخلية، هو وملوكه وصعاليكه وفلوسه. والتاني مرة صلاح يلاقي حياته مكتوبة في ورق، بس المرة دي الورق قصاد المحكمة، تهم وبلاوي كتيرة وبلاغات من كل ناحية وحتة. الغريبة بقى ان موردين صلاح اللي كانوا معاه في كلبش واحد كانوا بيدافعوا عنه برضه لحد اخر لحظة. لما صلاح قال لهم فيها ايه لما نبي يتحبس؟ كل الانبياء تم اضطهادهم واتظلم، وفي مصر اتحبس سيدنا يوسف قبل كده، لكن موردينه ما نجهوش من حكم القاضي. اتحكم على صلاح شعيشع في قضية واحدة أكتر من 7 سنين، وفعلا صلاح دخل السجن وقضى مدته واختفى من بعدها، ولا سمعنا عنه حس ولا خبر، كأنه فص ملح وداء. ولا حد يعرف صلاح فين ولا جراله ايه ولا عمل ايه بعد ما خرج من السجن. اهو غار في داهية رحمنا من قرف. وفي النهاية احب اقول لكم ان صلاح كان نبي، بس النبي بعته الشيطان. وارجع اقول لكم الاعمال بالخواتيم، علشان كده لازم ناخد بالنا دايما ونقطع طريق الفتنة ده من أوله، ما نمشيش فيه خطوة واحدة، لأن الإنسان أضعف مما تتصوره. ربنا يعافينا من صلاح والأشكال اللي زيه. صلاح حكايته خلصت، بس مجتمعنا دلوقتي في مئات من أمثال صلاح. لو عايز تقرب من ربنا ما تخليش حد وسيط في النص، منك لربك على طول. حكاية صلاح خلصت، بس كلامنا لسه ما خلص، لسه عندنا كتير نحكيه. فاستنونا في الحلقات اللي جايه، ولو مش قادرين تستنوا خدوا لفة في الحلقات اللي فاتت. أشوفكم بخير.